تطفو فوق نطاق قاع الأرض وتتحرك بطريقة سريعة مع دوران الأرض حول محورها كالذي يتزلج فوق طبقة من الجليد. ولولا أن الله تعالى قد أرسل هذه الألواح بالجبال ما أمكننا العيش على هذه القارات أبدا. ولذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى في آيات كثيرة، 39 آية قرآنية كريمة يمن علينا فيها ربنا تبارك وتعالى بأنه خلق الجبال ليرسي بها الأرض، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. ويقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذا نبي أمي يقول عندما خلق الله الأرض جعلت تميد أي تضطرب فأرساها بالجبال. ويسأل سائل من الذي علم محمدا صلى الله عليه وسلم ذلك غير الله الخالق سبحانه وتعالى. القسم بالبحر المسجور. أنا عندي 3 أفلام كل منها انظروا إلى ثورة البراكين ليس فقط على شواطئ البحار بل في قاع المحيط نفسه. في قاع المحيط نفسه ترى عجبا تثور هذه البراكين لأن المحيط يختلف عن اليابسة. اليابسة ترتفع فيها درجة الحرارة درجة مئوية كل 30 دقيقة تقريبا. المحيط لا تقرب درجة الحرارة درجة مئوية كل 30 دقيقة لكي يدفئ ربنا تبارك وتعالى قاع المحيط لبلايين الكائنات الحية. جعل ثورة البراكين فوق قاعان البحار والمحيطات تفوق في عنفها ثورة البراكين على اليابسة بعشرات المرات. كما أشرنا يلتقي الماء والنيران على قاعان كل محيطات الأرض وعلى بحارها، لأن الماء على كثرته يستطيع أن يطفئ جدوى هذه النيران، ولا هذه النيران على شدتها تستطيع أن توخر هذا الماء الكامل. تروا حضراتكم في هذا الفيلم يعني كيف أن قاع المحيط يغلي حقيقة، وأن الحياة تنتشر حول البراكين تتدفى بوجودها حول البراكين، لأن إذا أخذنا عمودنا الماء عند خط الاستواء أجد كل المناطق المناخية الموكلة فيه مناطق استوائية، مناطق معتدلة، مناطق باردة، مناطق متجددة في قاع المحيط. لذلك جعل ربنا تبارك وتعالى ثورة البراكين فوق قاعان المحيطات وقاعان عدد البحار في البحر الأحمر وسيلة من وسائل تدفئة هذه البيئة للكائنات الحية التي تعيش فيها. انظروا هذا قاع المحيط مسجل تسجيلا حقيقيا بالنيران. والبحر المسجور حقيقة قرآنية وحقيقة علمية أظهرت العلماء في زمن العلم الذي نعيشه، ولا يكاد عالم العلماء المعاصرين يصدق أن كتابا أنزل على النبي الأمي صلى الله عليه وسلم في أمة كانت جارية والسحش على الأميين يحوي هذه الحقيقة التي لم يتوصل علماء هذا العصر من الوصول إليها إلا بعد مجاهدة طويلة طرحت آلافا من العلماء لمئات من السنين، وغوصات يعني مزودة بتقنية عالية للغاية حتى استطاع العلماء أن يصلوا إلى هذا. هذا فعل ممكن. وتروا أن الحياة تزدهر حول هذا الدفء الرباني. هذا في قاع صحيح وهو مسيطر تسجيلا حقيقيا بالنيران. فالآية القرآنية الكريمة والبحر المسجور يعني ومضة قرآنية معجزة في كتاب الله ظهر. وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد لهذا الكتاب العظيم بأنه لا يمكنه أن يكون صناعة بشريا كما تشهد للنبي الخاتم الذي تلقاه بالنبوة والرسالة. هذا في قاع المحيط. يعني لا يمكن لعاقل أن يتخيل أن هذا الوصف كان يعمل به أحد من البشر في زمن الوحي ولا لقرون طويلة بعد زمن الوحي. هذا في قاع المحيط. يعني لا يمكن لعاقل أن يتخيل أن إنسانا أدرك هذه الحقيقة قبل 1400 سنة غير رسول الله صلى الله عليه وسلم المعلم من قبل رب العالمين. لذلك أقول من أكثر مظاهر الأمر إظهار العلماء اليوم حقيقة تسجيل قاعان البحار والمحيطات، ويظهرهم أكثر إذا عرضنا عليهم سبق القرآن الكريم بالإشارة إلى هذه الحقيقة المبهرة للغاية. أنا عندي 3 أفلام وثائقية لتسجيل قاعان البحار بهذه الصغارة ملايين الأطنان من الطفوح البركانية
التي تلقى في قيعان المحيطات، قيعان أعلام البحار في البحر الأحمر، حتى تدفئ تلك القيعان وتجعلها صالحة للحياة. أعتقد الفيلم الثاني وهو يمكن أوضح من هذا كثيرا. هذه صورة لقاع المحيط، انظروا صورة حقيقية يعني. انظروا إلى التسجيل يعني هذا الطبوع تملأ السطوح وتنتقل إلى هذه الظاهرة. هذا أيضا فيلم وثائقي آخر إذا ما أتعرفش عليه آخر شيء. أنا عندي فيلم وثائقي على كل حال. يمكن زي فيلم إن شاء الله. وورينا طبعا أن السطوح البركانية فوق قيعان المحيطات تختلف تماما عن السطوح البركانية على اليابسة لوجود الماء. يعني الماء يتفاعل مع هذا السطوح فيعطينا يعني تركيب كيميائي للبازلت المتكون من هذه السطوح يختلف تماما عن البازلت المتكون على اليابسة. وترى برضه شرط كان في قاع المحيط وبيسموا هذه البيلولاف، يعني الطفوح الوسائلية. لما يطلع البركان ويرمي بشبابه تتبرد السحب الخارجية وتظل الشباب تتحرك افقيا تتكون زي الوسائل تسمى بيلولاف ستراكشر. فهذا بيتكلم على البيلولاف هذه، يعني كيف أن الطفوح البركانية التي تتم تحت الماء تأخذ شكل الوسائل، يعني نتيجة لتبرد القشرة الخارجية واندفاع الصغار تحت الماء الأسباب. انظروا إلى ثورة البركان. فإذا أحسن ربنا تبارك وتعالى بالبحر المسجور، وإذا نصح المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث النبوي الشريف: لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا، لا نملك إلا أن نقول صدقت يا سيدي يا رسول الله. هذا قال شيء ثورة بركانية عارمة تلتقي هذه السطوح البركانية بملايين الأطنان في كل لحظة. لا الماء على كثرته يستطيع أن يطفئ جدوى تلك النيران، ولا هذه النيران على شدتها تستطيع أن توحد هذا الماء الكامل. من كان يتصور أن هذا الحال شيء؟ والله لا يمكن الإنسان أن يتصور إمكانية ذلك من هنا. كان في هذه الآية القرآنية الكريمة وحدها وفي هذا الحديث النبوي الشريف وحده ما يشهد للقرآن الكريم لأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، ويشهد هذا النبي الخلق صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة. انظروا إلى تفاعل هذه الحمم مع الماء، ولو تسمعوا الصوت أيضا يعني غليان شديد للغاية، وهذا يؤدي إلى تدفئة قاع المحيط للكائنات الكثيرة التي تحيا يعني فوق هذا القاع. وليس معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ينهى عن ركوب البحر، ولكنه يقول صلى الله عليه وسلم أن ركوب البحر مخاطرة لا يجوز أن تركب إلا لعمل عظيم. لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر، عبادة عظيمة كالحج أو العمرة، أو غازل في سبيل الله. والغزو في سبيل الله يشمل الجهاد، يشمل التعليم، يشمل الدبلوماسية، يشمل التجارة، يشمل الصيد، يشمل التعليم، يشمل حاجات كثيرة جدا يعني. ولذلك يقول لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غازل في سبيل الله، إن تحت البحر نارا وتحت النار.
خلاص طبعا هذا قطاع مرسوم باليد يرينا كيف يسجل قاع البحر حينما تمر هذه السطوع العميقة تختلف حول الصخر الأرض بالكامل. نطاق القطاع الأرضي يوجد فيه الصخور في حالة شبه منصهرة تندفع بملايين الأطنان فتسجل عن كل محيطات الأرض وعدد البحارية كما ترون في هذا الشكل. انظروا يعني تبدأ المواد المشعة تصهر هذا النطاق يزيد حجمه فيقدم الأرض إلى أعلى حتى تلقى خلقة شديدة فتنهار تخسف وتظل الخسف يستمر حتى يصل لمستوى الماء في البحار والمحيطات تندفع فيه المياه يكون بحر طولي كالبحر الأحمر ويظل البحر الطولي هذا يرتفع باندفاع الصوارى في قاعه. ولذلك نرى أن كل محيطات الأرض وعنابر البحارية قائمة على قيعان مسجرة تسجيرا حقيقيا بالنظام. نرى طبعا قاع المحيط قاع محيط يتحرك يصطدم بقاع محيط يكون جزر بركانية محيطية زي جزر هاواي، جزر اليابان، جزر الفلبين، جزر اندونيسيا، وكل الجزر المحيطية عبارة عن قمم لنشاط بركاني في قاع المحيط. اللي حصل في ايسلندا من اسابيع قليلة ان ايسلندا 35 فوهة بركانية، جزيرة كانت 35 فوهة بركانية. فطبعا لما فار احد صغار هذه البراكين عطل الاتصالات عدة اسابيع طويلة وخلى المسافرين يعني ينامون في المطارات عدة ايام متتالية ينامون عدة اسابيع، سبب خسائر لشركات الطيران بأكثر من 200 مليون دولار يوميا، 200 مليون دولار يوميا. وده بركان صغير كان الخوف طبعا أن يحرك ما بجواره من براكين أكبر منه حجما، ولم يصل منه إلا الغبار يعني الذي عطل الطيران ولوث الجو وفزع الناس فزعا كبيرا. فطبعا حينما تنطق قاع محيط تتكون جزر بركانية مثل الجزر التي أشرت إليها. حينما تصل قاع المحيط بالقارة تبدأ تكون طبعا هزات أرضية، ثورات بركانية، وتتكون سلاسل جبلية. وعندي نموذج هنا يرتطم قاع المحيط بالقارة تتكون سلسلة لجبال الأنديز في غرب الأمريكتين. وطبعا مع نزول قاع المحيط تحت القارة تحت الهزات الأرضية الثورات البركانية تكون السلاسل الجبلية. طبعا نرى هنا الدوائر الخضراء والصفراء والبرتقالية. طبعا كل ما كان بؤرة الزلزال قريبة من سطح الأرض كل ما كان أثره تدميري كبير. فعندنا بؤر ضحلة المنشأ متوسطة المنشأ وعميقة المنشأ. طبعا في نهاية المطاف يستهلك قاع المحيط الذي كان يفصل قارتين استهلك بالكامل فترتقي القارتان فتتكون أعلى السلاسل الجبلية كما حدث في شبه القارة الهندية حينما استهلك المحيط الذي كان يفصلها عن قارة آسيا وارتطمت بقارة آسيا فتكونت جبال الهيمالايا وفيها أعلى قمم نعرفها على سطح الأرض. يسمى هذا يعني يزداد سمك القشرة الأرضية مرتين ويتكون بذلك أعلى السلاسل الجبلية. طبعا هناك تيارات حمل شديدة في نطاق الضعف الأرضي هي التي تحرك الوحد إلى الصخر الأرض وهي التي تدفع هذه الصغارة إلى قيعان البحار والمحيطات. ويعني الشكل هذا كما رأيتموه ويورينا كيف أن قيعان البحار والمحيطات قائمة على هذه القيعان المسجلة تسجيرا حقيقيا للنظام. أنا عندي طبعا 1200 آية قرآنية كريمة، كل آية فيها أكثر من حقيقة علمية واحدة. لو أردنا أن نتكلم عن 4 آيات يمكن توقيفه إلى صوت الفجر، فأتوقف عند هذا الحد لأستمع إلى تساؤلاتكم
فربما كانت الإجابة على سؤالي فائدة أكبر من أن أتدل وحدي بالحديث، ولكني أقول لإخوة وأخوات أن إبراز هذه الحقائق العلمية في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ورقة دعوة راقية للإسلام في زمن العلم الذي نعيشه، والذي فتن الناس فيه بالعلم ومعطياته فتنة كبيرة، وطالبوا بالدليل العلمي لكل قضية من القضايا. وأنا طبعا عشت في الغرب فترات طويلة، وناقشت كبار رجال الدين والعلم هناك، كل ما طلبت منه قل له آمن بالله، قل له هذا الدليل العلمي، آمن بالبعث هذا الدليل العلمي، آمن بالروح، بالملائكة، بالجن، بالحساب يوم القيامة، بالخلود في الحياة القادمة، يطالبون دائما بالدليل العلمي. ولذلك أقول أن من أفضل أوراق الدعوة للإسلام في زمن العلم الذي نعيشه أن نقدم للبشرية كلها هذه الحقائق العلمية التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالمنهج العلمي الصحيح، بالكلمة الطيبة والحجة الواضحة والمنطق السوي، لعل الله تعالى أن يهدي هذه البلايين الضالة التائهة من حولنا. ونحن أمة هداية وأمة دعوة، كلفنا رسولنا صلى الله عليه وسلم بدعوة الناس، قد بلغوا عني ولو آية فرب مضلل أو عن سامع. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.